أسامة فيصل مهاجم منتخب مصر الأولمبي ولاعب البنك الأهلي. بالنسبة لي أسامة المهاجم المصري الوحيد اللي على الساحة دلوقتي اللي يقدر ينضم للأهلي ليرافق وسام أبو علي في قيادة هجوم الأهلي. هتقولي ليه؟ يعني هقولك لعدة أسباب، وهعرض لكم كل حاجة عنه في الفيديو ده بالأرقام وكمان فنيات. أسامة فيصل صاحب ال 23 سنة، يعني لعيب كورة قدامه كتير في الملعب، وكمان تطويره سهل قوي. وفي نقطة مهمة جدا، لعيب بيلعب منتخبات دايما وبيلعب فريق اول بقاله كذا سنة، يعني رغم صغر سنه عنده ما يكفيه من الخبرات اللي تخليه يقدر يلبس تيشيرت الاهلي. تعالوا نتكلم كورة وفنيات. أسامة لعيب قوي بلدوزر متحرك، يعني بينزل يستلم، بيتحرك على الأطراف كتير، مجهود البدني ما شاء الله عالي، بيعافر على كل كورة، وكمان مهاجم مهاري، يعني بيقدر يعدي واحد على واحد، ودي ميزة مهمة جدا خاصة لو في مهاجم، لأن مش كل المهاجمين عندهم ملكة إن هم يعدوا واحد على واحد. ولكن من أرقامه هنقدر نستفيد من حاجة مهمة جدا، وهي إن أسامة عنده مشكلة في الباص بتاعه، ودي من عيوبه، بيعمل باصات كتير غلط، ودي حاجة من الحاجات اللي لازم يشتغل عليها الفترة اللي جاية، زي ما اشتغل الفترة اللي فاتت كده على الفينش بتاعه واتطور كتير في الحتة دي مع البنك الأهلي، ومعدل تهديفه زاد عن الفترة الأخيرة بشكل واضح. لعب الموسم ده 25 ماتش، 19 بشكل أساسي، سجل 7 أهداف وصنع هدف، ولكن خد 6 بطاقات صفراء، وده رقم كبير قوي، ولازم يركز على الحتة دي الفترة اللي جاية، ويركز إن هو ما ياخدش إنذارات، لأن دي هتبقى حاجة سلبية في أسامة لو استمر عليها. ولكن أنا بشوف إن أسامة من أهم مهاجمين مصر الفترة اللي جاية. تعالوا نحلل مع بعض أهداف أسامة وتحركاته، ونشوف الكلام اللي أنا قلته ده هبد ولا بجد. والجول الاول معانا استلامة لعيب كبير سهلت عليه كتير، وفتحت له المرمى وخرجت المدافع بره اللعبة خالص، بعد ما خلى الكورة على عكس حركة المدافع اللي لقى نفسه فجأة كده واقع في الارض بلا اي مبررات عشان يسدد تسديدة ارضية ما يقدرش عماد السيد يتعامل معاها خالص، معلنا عن هدف للبنك الاهلي. والهدف التاني معايا من مرحلة الناشئين في الزمالك، وتاني ميزة في أسامة انه هيدر مميز، وقدر يطلع يعمل جامب بشكل مميز جدا وسط المدافعين، ووجه الكورة بشكل اكتر من رائع على شمال الحارس بلمسة مهاجم كبير. والهدف الثالث معانا واستخدام رجله الشمال للتهديف، ومش مجرد استخدام بسيط كده اللي هو كرة حط رجله وخلاص، لا، تسديدة صاروخية أرضية بركنة لعيب كبير في زاوية قاتلة لحارس المرمى أثناء ضغط عليه كمان من المدافع. وعشان كده زي ما قلت ونوهت في بداية الفيديو إن أسامة مهاجم كبير جدا، وإمكانياته تستحق التواجد في الأهلي. الهدف الرابع بيثبت لك أكتر وأكتر إنه مهاجم تقيل. أولا مركز، لاحظ معايا كده لما وطى عشان التسديدة بتاعت زميله ما تخبطش فيه، ولما الكورة سقطت قدامه في ال 18 فجأة أخد القرار ومحضر نفسه وما فكرش مرتين، على طول بليسنج في البعيدة على شمال الحارس. بيفكرني بأهداف عماد متعب كده في عزه. الهدف الخامس وآخر هدف معايا النهاردة لأسامة، وتسديدة من على حدود ال 18 أو من بره ال 18 بشوية، استلم لف وأخد القرار وبعت تسديدة قوية بيمينه على الأرض. وأنا بشوف إن أسامة مميز جدا في التسديد، وكمان في قراره السريع اللي ما بيفكرش فيه مرتين، بس ده بجد مش زي سافيو. تعالى معايا اقول لك بقى، هل الاهلي فعلا في مفاوضات مع اسامه ولا لا؟ اخر اخبار اسامه فيصل مع النادي الاهلي كان فاتح خط مفاوضات كبير جدا مع البنك الاهلي، والراجل مقتنع باسامه، وهو فعلا لعيب ذو امكانيات كبيره، ولجنه التخطيط كمان مقتنعه باسامه جدا، وشايفين ان هو اللعيب او المهاجم المصري الوحيد اللي يقدر يكون مع اسامه ابو علي الفتره اللي جايه في خط هجوم النادي الاهلي. اخر اخبار مفاوضات البنك الاهلي، يمكن مستني شويه الاولمبياد تخلص عشان بعد الاولمبياد يبداوا يشوفوا هل اللعيب ممكن يتالق، ممكن يجيب سعر احسن، ممكن يجي له عرض خارجي بسعر احسن. وهو ده اللي وقف او عطل المفاوضات شويه بين الاهلي وبين نادي البنك الاهلي. بالنسبه لي اسامه فيصل من احسن المهاجمين في الدوري، زائد انه لسه ممكن يتطور لانه سنه لسه صغير 23 سنه بس. مع الامكانيات الجباره والخبرات دي، فانا شايف ان هو الاختيار الامثل لقياده خط هجوم الاهلي مع اسامه ابو علي السنه الجايه ان شاء الله، بعد رحيل موديست، وغالبا رحيل كهربا برضو الفتره اللي جايه. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير للفيديو وتعمل لايك وتسيب كومنت برايك في اللعيب، وبس كده، سلام.